العنوان: أسرار الأعشاب عند ابن البيطار ووصفات حقيقية من الطب الإسلامي. واش عارف باللي كاين واحد طبيب أندلسي من أكثر من 800 عام قدر يوثق أكثر من 1400 نبتة طبية واستعمالاتها بالتفصيل؟ هذا العالم هو ابن البيطار، وواحد من أعظم العلماء في النبات والصيدلة في التاريخ الإسلامي. في هذه الحلقة غادي نكتشفوا كيفاش كان كيستعمل بعض الأعشاب اللي مازال كنستعملوها حتى اليوم، بحال الزعتر والحلبة والنعناع. نبداو بالزعتر، نبتة بسيطة ولكن قوية بزاف. ابن البيطار كان كيستعمل الزعتر باش يعالج مشاكل التنفس والسعال والبلغم وحتى لتنقية المعدة، يعني نفس الاستعمالات اللي باقية حتى اليوم. مثال بسيط: شي واحد عنده سعال كوي كيغلي الزعتر مع الماء وكيشربه 2 مرات في النهار، ومن بعد أيام كيبدا يتحسن. والمثير أن هذه الطريقة مازال مستعملة في المغرب. دابا نمشيو للحلبة، كنز حقيقي في العلاج. ابن البيطار كان كيستعملها باش تقوي الجسم وتعاون في الهضم وتنقص الالتهابات. مثال: واحد المرض عافات من بعد المرض كتشرب الحلبة كل نهار، وشوية بشوية كترجع ليها الطاقة ديالها، وهذا الشيء بقى مستمر للقرون وكيبين شحال كان دقيق. أما النعناع فهو نجم الأعشاب بلا منازع، كان كيتستعمل باش يريح المعدة وينقص الغازات ويحسن الهضم. مثال: من بعد ما تاكل وكتحس بتقل، كاس أتاي بالنعناع وكتحس بالراحة بسرعة. في الخاتمة، اللي كيميز ابن البيطار ماشي غير المعرفة ولكن حتى التجربة والملاحظة، حيث كان كيجرب ويسجل النتائج، وهذا الشيء علاش بزاف ديال الوصفات ديالو باقية حتى اليوم، وهذا الشيء هو الطب الحقيقي. في الحلقة الجاية غادي نكتشفوا وصفات أكثر قوة وغريبة من الطب الإسلامي القديم. ما تنسوش تتابعونا.